بنسبة 99% هانزي فليك مدرب برشلونة بالموسم القادم. يعني فينا نقول وأخيرا جوان لابورتا حقق حلمه وعين مدرب ألماني لنادي برشلونة. على فكرة لابورتا من لما استلم النادي ما كان بده تشافي يكون مدرب الفريق، لأن تشافي كان قائد مشروع منافس للابورتا، مشروع فيكتور فونت، كان قائم أساسا بالكامل فينا نقول على تشافي. لهيك لابورتا ما كان حابب انه يكون تشافي هو مدرب الفريق، وكان بده نفس هذا المدرب اللي هيستلم الفريق بالموسم القادم كان بده فليك. بس فليك بوقتها كان مرتبط مع المنتخب الالماني، وبوقتها مجلس اداره برشلونه هو اللي قنع لابورتا بتعيين تشافي مدرب للفريق. طيب هل فليك مناسب لتدريب نادي برشلونه؟ شو الايجابيات اللي بيمتلكها هذا المدرب وشو السلبيات اللي موجوده عند هذا المدرب؟ خلينا نبلش بالسلبيات. واول سلبيه انا بشوفها بهذا المدرب هو موضوع الخبرة. ملف الخبرة عند هانزي فليك أنا بشوفه كتير متواضع. هو بنفس المستوى تبع تشافي. درب بايرن ميونخ، حقق معهم سداسية بهاي الفترة، كان مكتسح أوروبا اكتساح كامل. بس لازم ما ننسى موضوع كتير مهم، انه بوقتها كرة القدم ما كانت عم تمشي عم تلعب بشكل طبيعي بسبب كورونا. اغلب البطولات وقفت ورجعت كملت، في منها ما رجع كمل. اللي اعطى البايرن هاي الدفعة القوية واللي خلاهم يتميزوا بشكل غريب عجيب هو انهم رجعوا مارسوا كرة القدم قبل كل الأندية وكانوا سابقين بهذا الموضوع. هذا الشيء اللي خلاهم متفوقين على خصومهم بشكل مختلف وقوي وواضح. هذا الشيء بيخلي تجربة هانزي فليك مع البايرن الناجحة بالأرقام مشكوك بأمرها، والتجربة الثانية كانت مع منتخب ألمانيا فاشلة بكل المقاييس بالأرقام وبالبطولات. لهيك أنا بشوف إنه لسه فليك ما تم اختباره بشكل جيد ولسه ما امتلك الخبرة الكافية، وممكن تكون كل هاي الارقام اللي عملها مع البايرن والانجازات مجرد طفره لانه ما شفنا فيها استمراريه. ثاني سلبيه موجوده عند هذا المدرب هي مشكله الدفاع. عنده ضعف بالدفاع بشكل مخيف. هي المشكله اللي اساسا برشلونه بيعاني منها، فهيكون في تحدي انه يصنع منظومه دفاعيه، وانا بتوقع هذا الشيء رح يكون صعب. إذا تميز فهو رح يتميز بالشكل الهجومي، وما بتوقع إنه نشوفه عم يعمل أرقام حلوة بخط الدفاع. السلبية الثالثة اللي موجودة بالتعاقد مع هانزي فليك هي بيئة برشلونة، وبالأخص إنه هذا المدرب ماله إسباني ولا حتى كان لاعب لنادي برشلونة. وأكبر مثال على هذا الشيء رونالد كومان، أحد أهم الأساطير بتاريخ النادي. شفناه لما كان مدرب للفريق كيف كان مهاجم بشكل كتير كبير من قبل الإعلام الإسباني، ونفس الكلام بينطبق على تشافي اللي يعتبر عنده سند بهي البيئة، وناس وصحفيين بتدافع عنه بشكل كبير. شفناه اليوم كيف عم ينقال بطريقة جدا سيئة، وكل هذا الشيء طبعا بسبب الإدارة وبيئة برشلونة يلي عم نحكي عنها. بتوقع لهون بكفي سلبيات، خلينا نحكي شوي عن إيجابيات التعاقد مع هانزي فليك. أولا، وأنا بشوف إنه هي أهم شغلة بيمتلكها فليك، هي الشخصية الصارمة، الشخصية القوية، العقلية الانتصارية. هيك صفة ما كانت موجودة ببرشلونة بالفترة الماضية. فترة برشلونة كان بأشد الحاجة لهيك شخصية بالفريق، إذا كانت من لاعبين أو حتى من مدرب. كتير كنا بالفترة الماضية نشوف برشلونة عم يلعب، عم يقدم أداء، عم يسيطر على اللقاء، تسديدات، تمريرات، استحواذ، عم يعمل كل شيء، وبآخر الدقائق يخسر بطريقة غريبة ومستفزة. لأن ببساطة هي الصفة اللي عم نحكي عنها، هي العقلية الانتصارية ما كانت موجودة بالفريق. وشفنا بهذا الموسم كيف جندوغان حكى عن هذا الموضوع أكثر من مرة. ومن الإيجابيات اللي موجودة بشخصية فليك انه هذا الشخص ما عنده اي نوع من انواع المجامله. يعني ما عاد نشوف روبرتو اساسي ولا رح نشوف جارسيا راجع من جيرونا. ما عنده اي تهاون مع اي لاعب. اللاعبين اللي بتلعب وبتقدم مستوى هي اللي بتكون موجوده بالملعب، واللاعب السيء يا اما بيكون دكه يا اما بيكون برا النادي. ثاني شيء ايجابي بالتعاقد مع هانزي فليك هو طريقه لعبه الهجوميه، الهجوم البحت والضغط العالي. هو هذا اساس طريقه لعبه لهانزي فليك، وطبعا هذا الشيء ايجابي لبرشلونه لأن أغلب أو كل إنجازات برشلونة على مر التاريخ كانت بالقوة الهجومية. ثالث شيء إيجابي موجود بالتعاقد مع هانزي فليك هو إحنا حكينا إنه هذا المدرب عمل فترة تاريخية مع البايرن، بس قلنا إنه هاي الفترة مشكوك بأمرها بسبب عدم الاستمرارية. ونفس الشيء مع ألمانيا، فترة سيئة جدا. لهيك المدرب هذا حاليا عنده دافع قوي جدا، عنده شغف بتحقيق البطولات لحتى يثبت نفسه ويثبت انه هو بالفعل مدرب كبير. ثاني دافع معنوي موجود عند فليك
انه هذا المدرب حابب يعمل هذا الشيء ويثبت نفسه بشكل خاص مع نادي برشلونة. رفض عرض مغري من تشيلسي ورفض البايرن وانتظر برشلونة، مع العلم انه برشلونة خالف معه بالمرة الاولى لما تشافي اعلن رحيله. وقتها كان في كلام بين ادارة برشلونة ووكيل اعماله والتغى، لان المفروض انه تشافي يكمل. ومع هيك اليوم لما ادارة برشلونة حاكت فليك اعطاهم اولويه قصوى، رفض عرض من تشيلسي، رفض البايرن وانتظر برشلونه. لهيك انا بشوف انه هذا الشيء جيد جدا. يعني المدرب ماله جاي انا بدي ادرب ببرشلونه وخلاص، لا، هو عنده شغف اساسا للتدريب بنادي برشلونه. هي اهم الايجابيات اللي موجوده عند هانزي فليك تقريبا. كمان ما فينا ننسى انه ليفاندوسكي تحت قياده فليك كان غير قابل للايقاف. نتمنى نشوف هذا الشيء مع نادي برشلونة. توفيق الألماني لقيادة برشلونة، صراحة أنا بشوفه ثاني أفضل بديل لتشافي بعد توخيل، وأفضل بمراحل من ماركيز. اكتبوا لي أنتوا رأيكم بالتعليقات، كيف بتشوفوا فليك وقديش بتقيموا هي الصفقة من 10 لنادي برشلونة.